10 حاجات اوعى تندم لو عملتهم. اولا لو كلت اكله كويسه وصرفت عليها مبلغ كبير. تاني حاجه لو خرجت مع حد بتحبه والوقت ضاع منك، بس اهم حاجه تكون بتحبه مش حاجه تانية. تالت حاجه لو سبت شغلك اللي كان بياخد منك الطاقه البدنيه والنفسيه حتى لو كان مربح ماديا. رابع حاجه لو نمت اكتر من اللازم غصب عنك واتاخرت على ميعاد. خامس حاجه لو حجمت علاقتك بمنافق او كذاب او حتى رغاي او متطفل رغم انك كنت بتستفيد منهم ماديا. رقم 6 لو اشتريت حاجه باكتر من ثمنها شويتين ما تضايقش نفسك، رزق غيرك عادي. رقم 7 لو اشتريت كتب بمبلغ كبير وانت اصلا ما قريتش منهم حاجه. رقم 8 لو سهرت طول الليل مع اولادك حتى لو هتصحى الصبح تعبان شويه وانت رايح الشغل. رقم 9 لو ما ردتش على مكالمه عارف انك لو رديت عليها هتشيلك الهم وتتعبك نفسيا. الاخيره بقى يا صديقي ودي الاهم، كل جنيه اتبرعت بيه لله وكل جنيه صرفته على التعليم وكل جنيه فكيت بيه زنقه غيرك حتى لو كان ما يستاهلش. ما تخافش مش هقولك الله الوكيل واحد بيشوف منكم العجاب يا شيخ. بتقول يا تموره الفنان تامر حسني طالع في فيديو بيقول لك لو لم اكن تامر حسني لوددت ان اكون مصطفى حسني. حقيقي الاخ. بص يا تمور احنا كلنا بنحبك. اولا هقول لك ربنا يشفيك ويعافيك ويقومك لاهلك بالسلامه، ولكن حابب اقول لك كلمتين. انت بتمشي بين الناس بجبر الخواطر وبصراحه انت جبرت بخاطر ناس كتير قوي. احنا في الفيديو ده بقى يا تمور عشان بنحبك هنحاول نقلدك ونجبر بخاطرك ونفرحك. يعني يا صديقي المشاهد عايزك تفرق بين حاجتين، بين تامر حسني المغني وبين تامر حسني المحترم. انا بحب تامر حسني لشخصه وبصراحه ما بحبوش كفنان عشان انا ما بحبش الاغاني وصرحت التصريح ده كتير قبل كده، ولكن ده ما يمنعش ان احنا نقف معاه ونجبر بخاطره ونقول له ربنا يقومه لحبايبه واهله بالف سلام. وده ما يمنعش يا صديقي ان اقول لك الله الوكيل الواحد بيشوف منكم العجاب يا شيخ. لا 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 انت لا تموره. انت بتقول ايه يا حود؟ محمود العسيلي طالع من كام يوم بيقول لك انا مش مقاطع. يا نهار ابيض منقط. المذيعه بترد عليه وبتقول له ليه كده يا عم محمود؟ قال لها والله انا ضد المقاطعه عشان اصحاب الشركات دي ممكن يكونوا مصريين. لا يا راجل، وحتى يعني لو مستثمرين اجانب هم كده كده بيستثمروا في مصر. يا نهار ابوك ابيض منقط تاني. لو كمان بيقول لك انا بشجع اي مستثمر اجنبي يجي يستثمر في مصر عشان اقتصادنا يبقى احسن. ده بقى اللي يتطبق عليه جاي كحالها عماها. احب اقول لك بقى يا حوده ان كلامك كله هري في هري، بلاش نتكلم كتير واحنا مش فاهمين يا حوده، في حاجات انتوا ما بتعترفوش بيها اصلا. وده ما يمنعش يا حوده ان اقول لك الله الوكيل واحد بيشوف منكم العجاب يا شيخ. يعني ايه بتقول لك مواليد 2006 و2007 و2008 و2009 هينقرضوا؟ انت بتقولي يا لولو انت عارفه يا حاجه تصريح زي ده وجع قلب كام انت عارفه تصريح زي ده ممكن يخلي الاطفال تحس بايه؟ انا امبارح طفل موقفني في الشارع بيقول لي الحق يا ابو ادم احنا هننقرض. انا والله اتخضيت عن الولد، قلت له يا ابني هتتقرض ازاي؟ قال لي والله الحاجه ليلى عبد اللطيف هي اللي بتقول كده. الولد كان بيعيط ومنهار يا حاجه. لو كمان الولد بيبحث ويشوف الخبر صح ولا لا. يا حاجه الاطفال دي مش عارفه تنام بسبب حضرتك. التصريح بتاع حضرتك ده اي كلام بيتقال وخلاص. هو اي نعم كذب المنجمون ولو صدقوا، بس كلام زي ده بجد بجد يعني يقلق اي على اولادها. عشان يا حاجه مش كل الناس نفوسها قويه، في ناس نفوسها ضعيفه جدا. حرام عليكي والله. وايه برضو فيروس مربوخ اللي انت بتقولي عليه ده؟ طالعه في فيروس انا مش فاهم جايبه اسمه منين اصلا. حد يقول لي في الكومنتات يا جماعه الموضوع ده حد مصدقه ولا كله كذب في كذب؟ انا ما بقتش فاهم حاجه. وازاي كلام زي ده اصلا يتصرح بيه على العلن كده؟ وده ما يمنعش يا حاجه ان اقول لك الله الوكيل واحد بيشوف منكم العجاب يا شيخ. يا نهار ابيض اتسجن 27 سنه وخرج يحكم نفس الناس اللي سجنوه. والله ده مش فيلم يا صديق، ده اللي هيحصل مع نيلسون مانديلا، واحد من اكتر الناس اللي تعرضوا للظلم في حياتهم. وبرغم كده لما خرج ما انتقمش من حد، لا اصلح البلد كلها. مانديلا من صغره كان شايف ان بلده ماشيه غلط وكانت بتتميز بالظلم وناس عايشه كانها اقل من ناس تانية، والراجل كان لسانه طويل شويتين ما بيسكتش يعني. وده اللي خلى الحكومه تتجنن منه. الصدمه بقى عزيزي يتقبض عليه ويتحكم عليه بالسجن المؤبد ويترمي في زنزانه 2 متر في 2 متر، وده كله من غير ما يشوف الشمس زي اي حد طبيعي. واي حد مكانه كان هيستسلم، بس الراجل ده كان شايف ان السجن مرحله مش نهايه. وهنا بقى يا صديقي الانهيار الحقيقي بدا. سنين من عمره بتروح، اهله بيبعدوا عنه، بلده نفسها بتتغير، وهو قاعد في زنزانه صغيره 2 متر في 2 متر، لحد ما في يوم العالم كله قلب على الظلم ده واتفتح باب عمره ما كان يتوقعه. يخرج مانديلا من السجن والناس واقفه تستقبله زي الباشا. الاغرب من ده يا صديقي ان الناس كانت مستنيه تشوفه هيعمل ايه بالظبط، هينتقم ولا هيولع البلد كلها. لكن الحقيقي يا صديقي ان حقه ده كان عنده الفرصه انه ياخده بالعافيه، لكن المفاجاه انه سامح كل الاعداء ودعا كمان للمساواه وبنى بلد كانت واقفه على حافه الحرب، وبقى اول رئيس اسود في جنوب افريقيا. مانديلا قالها زمان الشجاعه انك تتحرك رغم خوفك. حد فاهم حاجه؟ لو فهمت حاجه يا صديقي اكتب لي في كومنت. والاهم من كل ده ما تنساش تعمل شير عشان غيرك يعرف ان 27 سنه ممكن يعملوا رئيس ما يعملوش مجرم.